وفي افتتاحية الدوريات نبدأ بالدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي بدون دياز، بدون جريليتش، بدون ستونز، مانشستر سيتي بيدمر بيرنلي في ملعبه ب3 أهداف مقابل لا شيء. جوارديولا بيأكد الصدارة من دلوقتي مؤقتا. جوارديولا في طريقه للحفاظ على اللقب. إيرلينج هالاند في طريقه للحفاظ على لقب الهداف. إيرلينج هالاند هدفين من دلوقتي في أول مباراة، وده بقى حاجة عادية بقى نتعود عليها. إيرلينج هالاند بهدفين كل مباراة، هدف 3، ده حاجة تبقى طبيعية. واللاعب رودري بالهدف الثالث علشان مانشستر سيتي بيأكد الصدارة. والدوري الإنجليزي الدوري الممتع، الدوري الأفضل في العالم، بيوجه رسالة إن السيزون ده هيبقى سيزون قوي. وفي افتتاحية الدوري السعودي أهلي جدة بيأكد الصدارة مؤقتا بتألق روبرتو فيرمينيو، هاتريك في مباراة الافتتاحية. روبرتو فيرمينيو بيصبح تاني أسرع لاعب في اتحاد جدة بيسجل هاتريك منذ عام 2014 في مباريات الافتتاحية بعد اللاعب عمر السومة. روبرتو فيرمينيو ما بين قوسين أهل جدة، ما بين قوسين الدوري السعودي، بيوجه رسالة قوية إن من بداية الافتتاح، من بداية الدوري في المباراة الافتتاحية، النجوم العالمية، الصفقات العالمية بتتكلم. روبرتو فيرمينيو في مباراة شهدت وجود إدوارد ميندي السنغالي حارس مرمى، رياض محرز الجزائري، وروبرتو فيرمينيو البرازيلي. تألق واضح للصفقات في انتظار ما يقدمه كريم بنزيما، في انتظار ما يقدمه دون كريستيانو رونالدو، في انتظار ما يقدمه السنغالي ساديو ماني، في انتظار. الدوري السعودي أصبح من الدوريات الأكثر متابعة في العالم. استنوني كل يوم هقول لكم ملخص المباريات في فيديو صغير. ما تنسوش دعمكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.